بما انك دخلت ثقب الاسود فيلا بينا على سنه 1971. مهندس اسمه بوب توماس كتب برنامج صغير، والبرنامج ده كان بيتنقل من جهاز لجهاز على شبكه اسمها اربانيت، وكل ما يوصل لجهاز جديد كان بيطلع رساله واحده بس: ام ذا كريبر كاتش مي اف يو كان. وصور ديكابيو باظ. ده ديكابيو كان لسه فكر، وده كان اول فيروس كمبيوتر في التاريخ. ما كانش خبيث مش بيسرق اي حاجه، ده كان مجرد فيروس كمبيوتر. تخيل واحد اول مره جرب حاجه اخترع فيروس. نفس الحاجه اللي حصلت مع الراجل اللي اخترع اللبوس. بعد السنه ري توملينز نفس الشخص اخترع الايميل، كتب برنامج اسمه كريب، وهدفه الوحيد اللي كان في الحياه انه يمسح كريب. لا مطلوب منه يجيب شقه ولا قايمه ولا جواز. وده خلينا نفكر، هي كلمه فيروس نفسها جت منين؟ وعلشان نعرف اصل كلمه فيروس لازم نرجع لسنه 1983. بقول لك ايه، انت زهقتني معاك، انا رايح جاي معاك في الزمن. استاذنك سؤال، هو ويجز احسن منك في حاجه؟ ده قعد فيلم كامل بيتمشى في الزمن. سنه 1983 عالم اسمه ليونارد ادلمان اللي شارك في خوارزميه تشفير RSA، واللي كان اصلا متخصص حاجه اسمها كومبيتيشنال بيولوجي. ولما شاف طالب عنده اسمه فات كوهن كاتب برنامج بيعمل حاجه غريبه، بياخد صلاحيات المستخدم من غير ما يعرف، ادلمان بص على البرنامج ده وقال جمله واحده: ده زي الفيروس بس كده. وعلشان كده اي فيروس على الكمبيوتر اسمه فعلا فيروس. طيب انا اعتبر ان انت فاهم كل الكلام اللي اتقال ده، سؤالك الوحيد هو ايه كومبيتيشنال بيولوجي؟ والموضوع بسيط، انك استخدمت علم زي الكمبيوتر ساينس عشان تبني بيه برامج ونماذج تفهم بيها الدي ان ايه وبروتينز الجسم. طيب هو ايه التشابه؟ خليني اشرح. فيروس البيولوجي حسب كتاب اسينشال هيومن فيرولوجي بيمر 7 مراحل. انا سامعك وانت بتنف وهتقفل الفيديو. ايه ده متسرع؟ والفيروس ده مش بيدخل اي خليه عشوائي، ولازم يلاقي مستقبل او ريسبتور معين على سطح الخليه زي مفتاح بيدور على قفل بالظبط. هو مش اي فيروس على اي خليه برضه، لازم خليه بمواصفات معينه. وده زي شخص بيدور على تطبيق ليه ثغره معينه، هو مش كل كمبيوتر فيروس يشتغل على اي ثغره برضه، والا كانت هتبقى ميغ. يعني الكمبيوتر فيروسز بتبقى معموله عشان ابلكيشن معين او برنامج. بعد ما الفيروس يقف على الخليه والفيروس البيولوجي بيبتدي يحقن جيناته جوه الخليه، وبيستخدم مصنع الخلايا نفسه رايبوزوم علشان يصنع نسخ منه. وفيروس الكمبيوتر نفس القصه بالظبط، بيبتدي يحقن الكود بتاعه جوه برنامج شغال، ويبتدي يستخدم معالج الجهاز عشان يبتدي يتكاثر. الفيروس بعد ما يدخل ويقعد ويطلب واحد شاي يبتدي يحط رجل على رجل ويشوف ايه الشغل النهارده. والفيروسات البيولوجيه بتبتدي تتطور بطفرات عشوائيه بتحصل كل ما بتتكاثر، وبعد الطفرات دي بتخلي الفيروس يهرب من الجهاز المناعي. وفيروسات الكمبيوتر بتعمل حاجه شبه دي بالظبط. البوليمورفيك فيروس بيغير شكل الكود بتاعه كل مره. يا عم ركز معايا، دلوقتي عندنا فيروس بيختار هيدخل فين، وبعد ما يدخل يقعد يستقر ويبوظ، ونشوف احنا بقى هنصلح ازاي سواء بشر او كمبيوتر. والفرق الوحيد ان الفيروس البيولوجي بيتطور لوحده، بس فيروس الكمبيوتر لسه محتاج بني ادم يخترع له الطفل. ولو انت واخد بالك معايا انا لسه قايل محتاج انسان يخترع له الطفل. بس في سنه 2026 في ورقه اتنشرت، مجموعه باحثين طبقوا قوانين التطور الدارويني على فيروسات الكمبيوتر علشان يبداوا يتوقعوا فيروسات المستقبل. وده خلينا نسال سؤال تاني، لو احنا بنستخدم قوانين البيولوجي علشان نفهم فيروسات الكمبيوتر، هل احنا كمان بقينا قادرين نهندس فيروسات بيولوجيه زي ما بنهندس فيروسات الكمبيوتر؟ يعني بالعربي كده، هو احنا ممكن نصنع فيروس؟ يا ريس ده في 8 مليار بني ادم مقتنعين ان سنه 2020 في فيروس تم اختراعه. سنه 2001 علماء في استراليا كانوا بيحاولوا يعملوا حاجه كويس، لقاح كان بيحاول يقلل اعداد الفئران البريه اللي بتضر بالزراعه، بس للاسف التعديل اللي عملوه خلى الفيروس اقوى بكتير من المتوقع، ونسبه الوفيات في الفئران وصلت 60%. يعني تبقى ماشي كده كل 100 متر تلاقي جنازه فار، يعني الجنازه حاره والميت فار. بس النتيجه اتنشرت في بحث علمي عادي زي اي اكتشاف، بس في قلق حقيقي ان نشر التفاصيل دي ممكن يبقى خريطه لحد بيستخدمه بشكل مختلف، وده اسمه في الاوساط العلميه دول يوز ريسيرش. لما يكون بحث معمول بنيه سليمه 100%، بس نفس المعرفه ممكن تستخدم بطريقتين مختلفين تمام زي الاي اي كده. كل الناس تستخدمه بطريقه سليمه وكويسه، وتيجي عند منشاه عسكريه ما تقول لك انا عايزه من ده. وده حصل في 2022. مجموعه علماء كان عندهم نموذج ذكاء اصطناعي مصمم اساسا علشان يتجنب اختراع مواد سامه، قلبوا منطقه بالكامل وخلوه يدور على اعلى سميه بدل الاقل. في ساعات قليله يجمع الالاف المركبات اللي شبيهه باسلحه كيميائيه معروفه. يعني الاداه اللي اتصممت علشان تحمي مجرد ما تقلب منطقها تقدر تعمل عكس اللي هي اتصممت له اساسا. والعلماء نفسهم مختلفين على حجم الخطر ده، وبعضهم بيقول ان خلق فيروس جديد كليا لسه صعب جدا ومحتاج موارد ضخمه، وغيرهم بيقولوا ان اعاده تصنيع فيروس معروف بقى اسهل وارخص من اي وقت تاني. لحد دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه هيفضل فهم المناعه وازاي نقدر نخترقها صعب، او هو فاهم ايه، او تصنيع فيروس صعب وبيحتاج وقت. فبالتالي علشان نصنع دواء بيبتدي ياخد شهور او سنين طويله، عكس الكمبيوتر فيروس لانه بيستهدف برامج واجهزه احنا اللي عاملينها عكس جسم البشر والمناعه، فبيبقى سهل اختراع فيروس جديد او انك توقف واحد. نسيت اقول لك استنى السكوب الجديد وانزل بص الكلام ده انا جبته منين. مجاز اكون باهر، ولايك وشير وسبسكرايب وكومنت لو عايز نتكلم عن موضوع معين الحلقه اللي جايه. عارف ايه المشروب المفضل للفيروس؟ فيروس اناناس.